السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حد نزهقكم؟ لا يا ام شيماء. حد نزعلكم؟ لا برضه يا ام شيماء، انت اللي زهقتينا وطلعتي عنا. ليه يا ولاد؟ انا عملت لكم حاجة دلوقتي؟ ما انت عمالة تلوك وبتقوليش المفيد. ما المفيد باين من عنوانه يا جماعة. هعمل لكم كفتة مشوية في الحلة. شفت اكتر من كده اختراع؟ اسمعوا الفيديو للآخر وشوفوا الجمال ده. أنا عملته إزاي؟ كفتة مشوية بالفحم في الحلة. شوفوا أنا عملت إيه، وبعد كده إن شاء الله هتدعولي، هتوفروا وقت كتير قوي. وبعد كده ما عدتش تروحي للحد وتقولوا له اعمل لي كفتة مشوية على الفحم أبدا. أوعدك بعد كده هتبقي أستاذة فيها، لا هتفك منك. وكفتة اقتصادية لو عايزة تكمري تكبري الكمية أكتر من كده بكتير هقولك تعملي إيه. والدنيا كلها بسيطة. يلا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونبدأ في المقادير بتاعتنا. أول حاجة كده البقدونس والكزبرة الخضراء بنقطعهم قطع صغيرة أوي، رابطة من دي ورابطة من دي. وتعملي كيلو بصل كده تنعميه أوي 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 في الكبة. الكيلو البصل على الكيلو اللحمة على طول كده عدل. طبعا في ناس هتقولي البصل الكتير بيفك اللحم. انتوا شايفينها فكت معايا، ما ده سر الصنعة بقى. واللي هتشوفوها انا هعمل ايه دلوقتي. وبعد كده مسكت البهارات بتاعتي بعد ما فرمت البصل كويس قوي قوي في الكبه. وحطيت البهارات عليه ودعكتها كويس. طب البهارات ايه مش ما بحطش بس غير فلفل اسمر والسبع بهارات والكزبره الناشفه ودومته ونص معلقه بابريكا بس. عايزه تحطوا بهارات تانية بقى، جوز الطيب وحاجات من دي، انتوا حره. بس اقتصدوا على قد ما تقدروا. هي الكفته بيبقى كده كده طعمها حلو اصلا يعني. وبعد كده البقدونس والكزبره طبعا كنت مقطعهم كويس قوي. وكتري بقدونس وكزبره برضه زي ما انت عايزه وما تخافيش ومش هتفك منه. واللحمه ايه بقى يا ام شيماء؟ نص كيلو لحمه فراخ ونص كيلو لحمه ايه، جزار من اللي هي المجمده البرازيلي اللي ما انصحكوش تجيبوها ابدا يعني. بس اهم حاجه في الموضوع تمسكوا البهارات وتدعكاها في البصل قوي قوي كويس لانها بتفرق قوي معاكي في الطعم بتاع اللحمه المشويه. وبعد كده بقى نزلت الدنيا كلها في بعضها كده ولخبطتها لخبطتها كده. ويا سلام لو عندك حته دهنه بقى لا تقولي لي ولا اقول لك. بس انا كنت عاملاها من غير دهن يعني عشان ما كانش عندي بصراحه يعني. هتدعكوا الدنيا كلها في بعضها كده. وبعد كده تجيبي الحله بتاعتي تدهنها زيت. مش تدهنها زيت زيت يعني، تحطي فيها شويه زيت كده يعني زي ربع معلقه، زي ربع كوبايه زيت كده. لان اصل البتاع ما فيهاش دهن. لو انت بقى حاطه دهن في اللحمه بتاعتك ما تحطيش بس غير معلقه واحده بس تدهني بقى الحله بتاعتك. ركزوا بقى في اللي جاي لانه يفرق معاكوا قوي. طبعا انتوا شايفين ما شاء الله الكفته معايا اهيت، لا بتفك مني وبتطلع معايا بسهوله والدنيا كلها ايه ورد يعني. الحاجه بقى اللي هتصبي عليها الكفته بتاعتك لازم تكون تخينه. طب انت لو ما عندكيش حاجه تخينه زي حالاتي كده، انا هقول لكم دلوقتي انا بصب على ايه. شفتوا الحديده بتاعه الفرن؟ كلنا طبعا ستات بيوت عندنا حديده فرن. صباي عليه. وما انصحكيش تصبعي على ساخ اللي هو الساخ الرفيع بتاع الشوايه ده لانه بيبقى رفيع. بيخلي اللحمه مكتومه معاكي وما بيرميش معاكي كميه كبيره. لان كل ما الحاجه تبقى تخينه بتفرغ معاكي صبع الكفته من جوه تقوم ترمي معاك كميه كبيره. انا بصب عليه بقى يا بنات يا حلوين يا مسكرين. طبعا الحلوين مسكرين اللي حطوا له اللايك كده وفرحوني، مش الناس اللي بتدخل تكتب له تعليق وتمشي وما تعملش اللايك حتى. يلا حطوا اللايك بقى يا ولاد. بتعملي عليه يا ام شيماء؟ انا كان عندي شمسيه وانكسرت الحمد لله. ارميها؟ لا طبعا. مسكت العود بتاعها اللي انت تمسكي بيه كده وترفعي بيه وكسرتها وخدته. وعندي من الموضوع ده 3 4 عيالي كانوا جايبين كلهم شمسيات وتكسروا منه. فامسك بقى الواحد من دولت كده ادهنه زيت. وما بعملش الواحد، انا عملت الواحد المره دي بس. بعد كده كلك بيقعدوا بقى يعملوا معايا يدهنوا زيت كده الحاجه مره واحده بس. وبعد كده بيطلع معاكي بسهوله. بصوا بقى الكور ديت، انتوا لو عايزين تعملوا كور اعملوا بصراحه. انا عندي بنت اللي تاج بتحب الكور الصغيره دي متعلماها يعني ايه. انا كنت متعلماها من مرات اخويا في اسكندريه، لقيتها بتعملها كده كور كده. فجيت عملتها في عجبت ايه ريتاج يعني الاطفال بتحب التغيير. هتخلصي الكميه بتاعتك بقى زي ما انتوا شايفين كده وترصيها. ولا هتحط بينهم من بعض زيت ولا في مشاكل خالص. الدنيا كلها بامبة هي. حلو. حلو يا ام شيماء. طب صلوا على النبي. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انت بقى ما عندكيش غير نص كيلو لحمه بس وعايزه تكتري الكميه، هتعملي ايه؟ هتحطي فول صويا. مع ان ما انصحكوش بكده خالص يا جماعه. هتبلي كوبايه فول صويا من الليل وبعد كده تضربها في الكبه. وبعد كده تقلبها على اللحمه المفرومه معاكي او البصل والحاجات من دي. لان الفول الصويا مش صحي وخصوصا للصبيان. وما انصحكوش برضو، بشوف ناس كتيره بتحط بودر على الكفته. اوعي تعمليه لانها بتخلي طعمها وحش. وكمان البودر مش صحي خالص يا جماعه، غلط على الكبد.
احنا بنستعمله بس في الحاجات الضرورية، كده كده الكفتة تبقى حلوة اصلا يعني. البصل والكزبرة بيخلوها منفوشة، فمش محتاجة ان هي تتنفش اكتر. فبلاش تحط بودر يا جماعة، لانه غير صحي، غير صحي، واكررها بدل مرة كم مرة. وادخلوا على النت وشوفوا البودر بيعمل ايه في الكبد. خلصت بقى كده، قمت معلية النار بتاعتي وحاطة الحلة بتاعتي. اول ما تبدأ في الغليان، اوعك تسيبها على كده بقى، لا، بتقوم هدية النار. وبعد كده بمعلقة سيليكون كده، بنت حلال كده حنينة، ما تكونش معلقة معدة، وخصوصا لو تكون عاملة في حلة زي دي يعني. وتقلبي واحدة واحدة بالراحة خالص، أو تمسكي، أنا ساعات بمسك الحلة كده وأقوم قلبها كده زي ما تكوني بتقلبي حاجة كده، انتوا عارفين الحركة دي كلكم كستات شاطرة يعني. وتقلبيها كده، هتقوم مقلوبة معاك اللي فوق تحت واللي تحت فوق. بتنهرش يا مشيمة ولا بتنهار ولا بيحصل لها حاجة خالص؟ وهتشوفوها دلوقتي. الله، ده الحتة دي راحت فين يا ولاد؟ والله الواحد بيجي يمنتج الحاجة بيلاقيها راحت شمال ويمين اللي بيحصل. المهم خلصتها وطلعتها. انا كنت منزلاها قبل كده على فكرة، هسيب لكم برضو الطريقة بتاعتي قبل كده، هسيبها لكم في اول تعليق مثبت، شوفوها هتلاقونا مفضيه من الحلة كده خالص، مفيش مشكلة خالص. بس كنت حاطة عليها بودر. إيه طبعا بتاخدها كده، ترصها بقى على الايه، على الشبكة بتاعتك بقى. طب ما عندكيش شبكة زي دي هتعملي ايه؟ الشبكة بتاعت البوتاجاز هتحطها على حلة، وتولعي تحتها شوية فحم، وتحط على الفحم شوية زيت، وتغطي عليه. في اسهل من كده؟ انا على فكرة بعمل على علبة دهان شقة كده كانت عندي، مع ان عندي شواية كبير، بس بطلع كده في البلكونة اقعد على كرسي واعيش حياتي. وتحطي الفحم بتاعك تولعيه، وبعد كده تحط عليه الزيت، هيطلع معاكي دخان اكتر واكتر يعني. وفي اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. خلصتها اهو، وهنرصوها ونروحوا ناكله بالهنا والشفا. مفيش اسهل من كده يا حبايبي والله. شفت بقى الميه اللي فضلت؟ طبعا انت لو عايزه تنشفيها نشفيها، بس احمد ابني بيحب الصوص ده. قول لي يا ماما لما تيجي تعملها في الحله ما تنشفيهاش، سيبي له شويه صوص كده بيمسك الكفتايه كده يغمس بيها. بس انت شفت منظر الحله، في لا في حاجه محروقه ولا حاجه ملزوقه ولا الدنيا كلها حلو. بس لو عندك حله زي دي اعملي فيها افضل يعني، لان الالومنيوم بتلزق. انا عملتها قبل كده في الالومنيوم لزقت مني. بترصها بقى في طبق كده ابن حلال، وتحط عليها شويه بقدونس خضر، شويه شبت خضره، شويه كزبره، المهم اي حاجه خضرا تكسر اللون معاك. ودمتم في اسهل من كده؟ دلوقتي هتروحي تعملي كل الكفته عند الحات، هياخد له 40 جنيه ولا 50 جنيه. وحاجتك عاملاها على ايدك مضمونة كده، نظيفة، بصلك من بيتك، حاجتك من بيتك. وفري واقتصد على قد ما تقدري. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى الناس الجديدة اللي اول مرة تنورني وتشرفني في قناتي. اذا كانت قناتي عجبتكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل. واذا كنتوا لسه ما حطيتوش اللايك والفيديو عجبكم يا حبايبي، ما تدخلوش عليا باللايك لانه بيفرق قوي في الفيديو. ودعواتكم بالتوفيق بالله عليكم، والف شكر لسمع الفيديو معايا لحد الاخر. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.